وانا عامل لك ايه يعني يا ست؟ في ايه؟ ما يلا استنى انا هحاسب على الاربعه دول. اربعه اللي تحاسب عليهم؟ انا بحمل في العربيه دي 11 نفر، مش كفايه اللي مركبك عربيه ملاكي؟ 11 نفر؟ إيه اللي انت بتقوله ده يا اسطى؟ ده عربيه ملاكي يعني بتاخد 4 تنفار وكمان بيكونوا قاعدين مش مرتاحين. بقول لحضرتك ايه، مش عاجبك انزلي شوفي لك اي عربيه تانية. لا خلاص يا اسطى اللي انت عايزه. تورا معادي جيزه جيزه جيزه، تورا معادي جيزه جيزه ان شاء الله. اتفضل اقعد هنا. اتفضل. انت رايح فين؟ هيقعد في هيروح فين يعني؟ هيقعد ازاي يعني؟ وهيقعد جنبي انت ترضى على بنت من بناتك؟ ايه اللي دخل بناتي في الشغل؟ انا بناتي بوديهم واجيبهم، ما بسيبهمش زي حالاتي كده ابوك وامك سايبينك. وبعدين ده زبون بيركب معايا قدام على طول، ما اقدرش استغنى عنه يعني. اتفضل يا استاذ، اركب يا استاذ. ممكن بقى بعد اذنك تخش شويه؟ لا بعد اذنك، ده انا هرجع ورا. احسن برضه. اللي جاي تورا معادي جيزه جيزه جيزه، تورا معادي جيزه جيزه جيزه، تورا معادي جيزه. رايحه فين يا حبيبتي؟ الجيزه. تعالي اتفضلي يلا خشي. تورا معادي جيزه جيزه جيزه، اللي جاي تورا معادي جيزه جيزه جيزه. ما يلا بقى يا اسطى وانا هحاسبك على الباقي. خير حضرتك؟ هتحاسبيني على باقي؟ هتحاسبيني على 8 تنفار؟ لسه فاضل 8 تنفار احملهم. حضرتك 8 تنفار ايه؟ هو انت هتقعدهم فين؟ قعدهم فين يعني حضرتك؟ هيقعدوا على وداني؟ هيقعدوا في العربيه طبعا. بقول لكم يا جماعه انا مش ناقصكم على الصبح، الراجل بيركب معايا وعارف نظامي، مش عايز كل شويه يلا يا اسطى يلا يا اسطى. انا بركب 11 نفر، سامعين ولا مش سامعين؟ انا مش عارف في ايه على الصبح، ولا لاول مره اركبوا عربيات؟ مش كفايه مركبكم عربيه ملاكي؟ جاي تورا معادي جيزه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيبتي. معادي؟ ان شاء الله. تعالي اتفضلي. شكرا. خش يلا جنب اخواتك. الشكر لله. تورا معادي جيزه جيزه جيزه، اللي جاي تورا معادي جيزه جيزه جيزه. يا خبر ابيض، شكل العربيه مليانه، شكلي مش هلاقي مكان فيها. تورا معادي جيزه جيزه تورا يا جيزه. اسطى؟ ان شاء الله حبيبتي. تعالي ايه ده؟ هو انا هركب فين؟ جنب اخواتك هنا. هتركبي فين يعني؟ هو في عربيات؟ اركبي يلا. ثانية بس، العربية اتملت، هي هتركب جنبنا ازاي؟ لا حضرتك لسه ما اتملتش، انا بركب 11 نفر في العربيه دي. 11 نفر؟ 11 نفر ان شاء الله. اللي مش عاجبه ينزل يشوف له عربيه، ده اذا لقيتوا عربيات اصلا. استنيكوا على ايه؟ خش شويه. تورا معادي جيزه جيزه جيزه، تورا معادي جيزه جيزه جيزه. ينفع يا عم تاخدني معاك؟ هاخدك معايا ازاي يا بنتي بالصندوق ده؟ تاخدني معاك دار، اصل الفيسبا بتاعتي عطلت وفي اوردر لازم اوصله دلوقتي. فيسبوك عطلت واوردر لازم توصليه، بس هتدفعي عليه نفر. ماشي يا عم. طب يلا اخلعيه. اركب فين بقى؟ هتركبي جنب اخواتك هنا. هتركبي فين يعني؟ يلا خدوا البنت العسوله دي جنبيكوا يلا كده. خش يلا جنبيهم وخدي الصندوق ده على رجلك. يلا خشوا انتوا بتبصوا لي ليه؟ يلا يلا حبيبتي خدي كده لو سمحتي الصندوق ده بس على رجلك. تورا معادي جيزه جيزه جيزه، اللي جاي تورا معادي جيزه. طيب يا اسطى. ان شاء الله. انت تعالى بقى اقعد على شمالي. يلا انت رايح تورا؟ طب بقول لك ايه، معلش لف واقعد على رجل عمو. يلا خده على رجلك معلش. ماشي. بسم الله. مش تقيله كده يا اسطى العربيه؟ لا مش تقيله. مين اللي قال لك كده؟ انا ده بحمل فيها بال 15 نفر. انا مش عارف انتوا مستغربين ليه الموضوع. ما فيش عربيات والناس، شوف الناس على الارض قد ايه. انا كويس انا بتحمل يعني. ايه ده خبر ابيض؟ ايه الدبدبه دي؟ شكل يا اسطى في عجله نايمه ولا ايه؟ كده شكلها في العجله اليمين ناحيتك دي نامت. فبركن بقى على جنب كده. هي الصراحه باينه عمالين تنبروا وتقروا وتقولوا كتير ومش كتير. انا مش عارف في ايه يعني. لو كل زبون خلى لسانه جوه بقه مش هيحصل كده. انزلوا بقى كلكم. يا خبر ابيض دي العجله باظت. يا خبر ابيض هنعمل ايه دلوقتي؟ ما لازم يا اسطى العجله تنام، ما انت محمل عليها حمل تقيل. انت محمل 11 واحد عربيه ملاكه ما تحملش الا 3 4 تنفار. يا استاذ مش ناقصه تنبيذ بقى، سيبني باللي انا فيه. دي العجله النهارده ب 2000 جنيه يعني عشان اخد لي فرده ب 50 60 جنيه بوظت عجله ب 2000 جنيه اهو. شوف ربنا يا اسطى عمل فيك ايه. لو كنت سمعت كلامي من الاول وركبت 4 ورا وانا كمان كنت هحاسبك عليهم ما كانش ده حصل. بقول لكم ايه، كل واحد بقى عنده كلمه يلمها مش طالباكم. خلينا نشوف اعمل ايه في المشكله اللي انا فيها ولا دي. كلمه ولا نص كلمه. سلام عليكم. جاي معايا؟ سلام عليكم. الاجره فين يا جدعان؟ طيب اجرة ايه وانت وصلتنا في حته؟ وصلتكم في حته؟ عندهم حق. ما انا اللي طماع. لو رضيت باللي قسم لي بيه ربنا والست كانت هتحاسب على 4 تنفار ما كانش حصل اللي حصل. انما انا اللي اسف الشديد. يلا علم للواحد اما اغير بقى العجله. وانا غير منك ليه بقى يا سلمى؟ فيك ايد ولا رجل ازيد مني؟ بتغيري مني عشان اشطر منك. اشطر مني في ايه بالظبط؟ انا مش شايفه كل الكلام اللي انت بتقوليه ده خالص. اشطر منك في حاجات كتير. طب بصي انا بقى هوريكي. ايه ده؟ هي حابه بتفحر في ايه ولا بتلعب في الرمله ليه كده؟ وبعدين ايه الورقه اللي هي ماسكاها دي؟ ايه يا سلمى اللي انت بتعمليه ده؟ ايه ده؟ بطلي يا سلمى، احنا بنات والناس بتبص علينا في الشارع. ايه يا رحمه عامله ايه؟ الحمد لله يا ليلى. وانتي؟ الحمد لله. عامله ايه يا سلمى؟
ايه يا سلمى، هو انت لسه ما كبرتيش؟ انت لسه فاكره حركات الاطفال دي؟ ايه اللي بتعمله ده يا بنت؟ مش عارفه والله يا ليلى. بس ده حاجه غريبه قوي يعني. ايه ده؟ هو في ايه ده؟ شكلي يا رحمه الموضوع زاد عن حده قوي. مش عارفه والله يا بنت، انا الصبح كنا ماشيين عادي لقيتها مره واحده بتتكلم كده. ازاي يعني يا بنتي؟ بصراحه دي حاجه غريبه قوي، اول مره في حياتي اشوف حد بيعمل كده. طب هي ما حكتلكيش على اي حاجه حصلت معاها؟ حكيت لي قبل ما تعمل صوت الكلاب ده يا ليلى، اللي هي كانت متخانقه مع حبيبه. اتخانقت مع حبا؟ طب ليه اتخانقت معاه ليه؟ علشان هي بتقول لحبيبه انا اشطر منك، راحت حبيبه بتقول لها لا مفيش حد اشطر مني. موضوع الغيره ده يا رحمه. طب خلاص ماشي، انا هعرف احل الموضوع ده. طيب روحي يا ليلى وانا هاخد سلمى اروحها. ماشي يا رحمه. يلا يا سلمى. يا لهوي يا حبيبه، معقوله الغيره توصلك لحد كده؟ تعملي لصاحبتنا وعشره عمرنا عمل؟ انا لازم اروح اكلمك واشوف انت بتعملي كده ليه. ايه يا حبيبه؟ ايه يا ليلى خير؟ رنيتي عليا وقلت لي تعالي. ايوه يا حبيبه، عايزاكي في موضوع. اتفضلي يا ليلى. هو انت عملتي ايه لسلمى، او ايه اللي حصل ما بينكم انتوا الاتنين؟ ما عملتلهاش حاجه، كل اللي حصل ان احنا اتخانقنا الصبح زي العاده ما بنتخانق مع بعض. وبعدين ايه اللي حصل بعد ما سبتيها كده؟ انت رحتي فين؟ رحت روحت. روحتي متاكده يا حبه؟ يا ليلى، امال يعني هكون رحت فين؟ يعني ما رحتيش اذيتيها ولا عملت لها حاجه تاذيها؟ انا يعني يا ليلى هاذي سلمى؟ انا عبيت يعني عشان اذيها؟ امال انت يا حباب ما كنت بتلعبي في الرمله كده كنت بتعملي ايه؟ انا ما لعبتش في الرمل اصلا يا ليلى. ما لعبتيش في الرمل. وبالنسبه للورقه دي؟ ورقه ايه دي يا ليلى؟ الورقه دي كانت مدفونه في الرمله، ما كملتي كنت بتلعبي في الرمله بالظبط. اتفضلي. وايه ده؟ انا عرفت كل حاجه يا حبيبه. ما تلاقيش، انا عرفت كل حاجه. انت ازاي تعملي لصاحبتنا وعشره عمرنا يا حبيبتي؟ احنا متربيين مع بعض بقالنا 8 سنين، ازاي مخك اصلا يوحلك انت تعملي لها عمل؟ هو انت اتجننتي يا حبيبه؟ طب ان احنا على طول بنتخانق مع بعضنا، بس اللي هي يعني ما توصلش انت تعملي لها عمل، دي صاحبتنا من زمان قوي. الصراحه يا ليلى انا كنت مخنوقه منها قوي، وغيرت منها اكتر لما الميس قالت لها انت شاطره وهي قفلت في الامتحان. ماشي يا حبيبه، اتخانقت منها او غيرت منها ما تكلمهاش مثلا، ابعدي عنها بالطريقه، ما تمشيش معاها خالص، بس مش للدرجه دي يا حبيبه. انت عارفه انت كده اذيتيها. انت من ساعه ما عملتي العمل ده سلمى مش بتتكلم معانا خالص. سلمى كل اللي بتعمله ما بتعملش اي حاجه غير تهوى وعمال تهوى ومش بتكلم اي حد. طب خلاص والنبي يا ليلى ما تقوليش لحد ان انا اللي عملت لها كده، ولا تقولي لسلمى عشان ما تزعلش مني. طبعا عمري ما هقول لحد. انا لو قلت لسلمى انت عارفه سلمى وممكن تبعد عنك ما تكلمكيش تاني خالص، بس انا ما ارضاش الاذى لحد يا حبيبي. تسلمي يا ليلى، وانا مش عايزه سلمى تبعد عني خالص ولا حد فيكم. ماشي، خدي الورقه دي وروحي فكي العمل. ماشي، انا هروح افكه على طول، مش هعمل كده تاني انا وهاجي اشوف سلمى. انا عقبال ما اروح لسلمى ورحمه الاقيكي فكيتي العمل والاقي سلمى بتتكلم عادي. حاضر يا ليلى. وبعد كده يا حبيبه تحبي صحابك زي ما بتحبي نفسك. حاضر، وانا ان شاء الله هاجيلكم. ماشي يا حبيبي. يا سلمى انا مش عارفه مالك، فيكي ايه يا بنتي؟ كلميني زي ما بكلمك كده، بطلي هوهوا بقى. في ايه يا رحمه؟ انا بكلمك زي ما بتكلميني. ايه ده، انت كويسه يا سلمى؟ كويسه وانا فيها حاجه؟ يا سلمى انت كنت عماله تهوهوي زي الكلاب بالظبط. اهو يا بنتي انت مجنونه. انا برضو اللي مجنونه يا سلمى، انت مش مصدقه ليه؟ ايه يا رحمه؟ ايه يا ليلى عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه يا سلمى؟ الحمد لله يا ليلى، عامله ايه؟ ايه ده؟ انت بقيتي بتتكلمي اهو. طب الحمد لله انت بقيتي كويسه. ايه ده بقيت بتكلم؟ هو انا كنت خرصه؟ لا يا سلمى ما كنتش خالصه ولا حاجه، بس انت كنت كل ما حد يكلمك تبداي تهوهوي زيك زي الكلاب بالظبط. لا انتوا شكلكم اتجننتوا. اتجننا؟ هي مش مصدقه نفسها ولا ايه؟ مش عارفه والله يا ليلى، هو في ايه اللي حصل؟ بصي يا رحمه، هو انا بصراحه كده عارفه اللي حصل، بس اقولك بس ما تحكيش اي حاجه لحبيبه. يا حبيبه؟ مالها حباوي يعني بالموضوع؟ مش فاهمه. من الاخر كده عشان حبابه بتغير من سلمى زي ما انت عارفه، عشان سلمى على طول بتقفل في الامتحانات، حبابه كانت عامله لسلمى عمل يا ليلى؟ والله يا رحمه. وصلت لك كده يا حبيبه؟ انا ما كنتش اتوقع من حبه كده، بس هي خلاص مش هتعمل كده تاني، ويا ريت ما تعرفهاش ان انا قلت لك عشان هي قالت لي ما تعرفيش اي حد. خلاص ماشي. طب هتقولي لسلمى ولا لا؟ لا طبعا مش هقول لها. انا لو قلت لسلمى انت عارفه سلمى ممكن تبعد عن حباب، مش هتكلمها تاني. طيب يا ليلى يلا. يلا.